ليه معظم المطربين اللي نجحوا وكسروا الدنيا بيتجهوا انهم يعملوا افلام؟ وده مش في الزمن بتاعنا بس، لا ده من ايام زمان جدا، يعني من ايام ابو وهاب وعبد الحليم وفريد الأطرش ومحمد فوزي لحد بقى جيل محمد فؤاد وعمرو دياب وتامر حسني ونجوم المهرجانات ومصطفى قمر. لا لا لا، يعني الاجيال كلها لسه مستمره على هذا المبدا. اخرهم كزبره في فيلم الحريفه. في منهم اللي بيعمل افلام حلوه فعلا، وفي منهم اللي بيعمل الافلام دي مجرد بس استغلال شهرته، وان هو ضامن ان في ناس هتدخل الفيلم بتاعه. ما انا هقول لك، اصل انت لما تبقى مغني يبقى ليك جمهور كده كده ضامنهم ان هم هيخشوا الفيلم بتاعك، فعلى الاقل اول تجربه فيلم بتبقى ناجحه. ولو المطرب هيعمل افلام تانية ده بيبقى بيترتب على ان هو كان حلو فعلا في فيلمه الاولاني ولا لا. لان معظم المطربين لما بييجوا يعملوا فيلم بيبقى هما في البيك بتاعهم، يعني دي اكتر فتره ليهم فيهم شهره، فعشان كده بياخدوهم يعملوا معاهم في الافلام. وكل الناس حصل معاها كده، فبيعمل الفيلم الاولاني، ولو الفيلم الاولاني نجح بيعمل الفيلم الثاني والثالث وهكذا. وفي افلام كسرت الدنيا بنجاحها اكتر من نجاح الممثلين العاديين في السينما، زي فيلم ابي فوق الشجره لعبد الحليم. الفيلم ده كسر الدنيا. الشجره اتعرض لمده 50 اسبوع مثلا، حوالي سنه يعني، في السينما من كتر نجاحه ومعظم الناس دخلته. وفيلم اسماعيليه رايح جاي كان اكتر ايرادات في وقتها. وفي نوع تاني اذكى بقى، حتى لو فيلمه نجح وكسر الدنيا بيدرك ان هو ما بيعرفش يمثل، فيقوم قايل السلام عليكم وانا مش ممثل تاني. وفي مطربين الافلام بتاعتهم بتفشل، فالمنتجين مش بيكلموهم تاني ان هم ينتجوا لهم فيلم. والمطربين بعد كده بيتعرفوا في عالم التمثيل لدرجه ان هو لو حد عامل فيلم جديد مش هتستغرب. يعني لو قالوا لك ان تامر حسني منزل فيلم رومانسي كوميدي في الاسبوع الجاي، عادي قشطه، يعني ما على طول بيعمل كده. وعبد الحليم برده متخصص في الرومانسي، ومصطفى قمر بيعمل كل الانواع عادي، وحماده هلال انا هعمل رعب يا رجاله، بس ده مسلسل للاسف. انا صاحبي انا محمد عادل، والنهارده هنتكلم عن افضل افلام المطربين لما مثلوا واسوأهم. برضه هتكلم عن الفيلم نفسه، هو حلو ولا لا، وذكائه كممثل، هو بيقبل اي دور بيجيله ولا لا. زي ما قائمة الخمس افلام الحلوين مهمين، قائمة الخمس افلام السيئين مهمين برضه، عشان بيبين لك اختلاف الممثل او دماغ المطرب هنا ودماغه هنا، فاهم قصدي؟ فهنقول 5 حلوين و5 وحشين. وممكن تلاقي مطرب موجود في الافلام الحلوه وتلاقيه برضه عامل فيلم وحش وموجود فيها. خليك بس فاكر ان القائمه دي كلها من رايي انا، فركز في الجمله دي عشان انا عايزك تكتب في الكومنتات القائمه بتاعتك، سواء احسن افلام شفتها للمطربين او الاسوأ. ما تنساش تقول لي في الكومنتات، او روح اكتب دلوقتي لو عايز، يعني براحتك، هل قائمتك تبقى مشابهه لقائمتي ولا لا. ونبدا برقم 5 في قائمه الافلام السيئه لفيلم 3 مطربين مع بعض، مش مطرب واحد، او خلينا نقول مغنيين. هما محمد عطية نجم ستار اكاديمي، وريكو نجم الاغنية الشعبية، وسعد الصغير، وهو فيلم عليا الطرب بالثلاثه. الفيلم ده بقى يا معلم انت عارف اغانيه حتى لو انت ما شفتوش او ما سمعتش عنه، لان الفيلم ده يحتوي على اغنيه شهيره جدا، والاغنيه الاشهر بقى من بحبك يا حمار، اغنيه العنب العنب العنب. الفيلم ده بقى سيء لان القصه ضعيفه خالص، ومعتمد على كوميديا سعد الصغير وريكو ورقاصه. يعني انت حرفيا معظم الفيلم بتجيب اغاني من غير لازمه وفيها رقاصه بترقص. انا ما عنديش مشكله انك تجيب اغاني واستعراضات والحاجات دي، بس ليه رقاصه ترقص على اغنيه بحبك يا حمار؟ يعني معلش، يعني فكر فيها يعني. وعلى فكره بقى ريكو ممثل جامد ودمه خفيف فعلا، ومعرفش ليه هو كان بيقبل اي دور بيجيله، او كان استمر في ان هو يختار ادوار احسن من كده كان زمانه عايش لحد دلوقتي بيعمل افلام. وسعد الصغير ما يصنفش دمه تقيل على فكره. سعد الصغير في فيلم لخمه راس هو كان شايل الكوميديا مع احمد رزق طبعا، اشرف عباقي وكده. الفيلم ده جامد على فكره، ممكن نتكلم عليه تصدق. على فكره بقى الفنانه ريهام عبد الغفور المسيطره دلوقتي موجوده في معظم المسلسلات والاعمال الفنيه، كانت في الفيلم ده هي قايمه بدور منى اللي اتغنى لها اغنيه احمد. الاغنيه دي كانت جامده، اعتقد انها كانت مكسره الدنيا زمان، لان انا فاكرها لحد دلوقتي. ان محمد عطيه كان بيستغل شهرته من ستار اكاديمي، سعد الصغير شعبي، فهم جمعوا جميع الطبقات وحطوهم مع بعض، فده اللي طلع لنا في الفيلم ده. والفيلم ده اتفرجت عليه كتير وانا صغير، فانا ممكن احبه عادي، يعني لو جه قدامي انا هتفرج عليه عادي. بس انا بقول لك ان هو فيلم وحش، عامل نوستالجيا فيه برضه. بس قبل ما ندخل على الفيلم الحلو بقى، عايزك تنزل تعمل اللايك الحلو بتاعك والسبسكرايب، اوصل ل 1000 لايك للفيديو ده عشان اقدر انزل فيديوهات اكتر وكده. انها بقى الفيلم اللي في القايمه الافلام الحلوه رقم 5 هو فيلم اسماعيليه رايح جاي، لبطولة محمد فؤاد ومحمد هنيدي وخالد النبوي. ليه بقى اخترته ده؟ لان ده بسبب تأثيره على السينما. شوف خايف على السينما ازاي انا. وبسبب الاغنية الجميلة اللي فيه اللي هي كمننا،
وهي قصه نجاح حلوه وبيوثق فيها حياته شويه محمد فؤاد، ان هو عزت ابو عوف هو اللي اكتشفه وكده، فهو كان زي توثيق او سيره ذاتيه عن حياته. كنت محتاره ما بين فيلم رحله حب اللي هو كان محمد فؤاد ويشاركوا بطوله احمد حلمي. احمد حلمي بالمناسبه ده اللي احنا عملنا عنه فيديوهات كتير يعني ممكن تروح تشوفها، بس قلت لا عشان اسماعيليه رايح جاي تاثيره اكبر واغانيه بصراحه احلى. ان انا اغاني رحله حب مش فاكرها قوي، بس اغاني اسماعيليه رايح جاي لا فاكرها وايكونيك لحد دلوقتي. ففيلم اسماعيليه رايح جاي يولد محمد هنيدي اللي عمل فيلم استثنائي اللي هو صعيدي في الجامعه الامريكيه. فالفيلمين استثنائيين، ولسه مكتشف قريب ان محمد فؤاد متخانق مع محمد هنيدي او في مشاكل ما بينهم بسبب فيلم اسماعيليه رايح جاي. لا النجم محمد فؤاد شايل قوي يعني، انا ما اعرفش ليه كده، بس ان انا كرهت اسماعيليه رايح جاي تطلع في الاخر تسوق على ان انا اغير منك يا هنيدي، عيب تقل. مع النجم محمد هنيدي تصرف احسن شويه، ان هو مش بيشارك رايه للتلفزيون في حاجه زي كده، ولا في خلاف ولا في اي حاجه، بس الله اعلم يعني. احنا لينا الفيلم. ورقم 4 في الافلام السيئه هو فيلم برضو مستمر معانا فيه سعد الصغير، وهو فيلم شارع الهرم. لان فيلم شارع الهرم ده هو اللي عمل هوجة الافلام اللي هي السبكويه دي اللي هي رقاصه ومطربين وبتاع. لان فيلم شارع الهرم ده نجح، وبعد كده راحوا عملوا فيلم تاني اللي هو فيلم ولاد البلد، وقعدوا استمروا على الفكره دي كتير. وانا متفاهم نجاح الافلام دي لان ساعتها كانت مصر خارجه من الثوره، فالافلام دي كانت بتنجح علشان كده. كانت اساسا الصناعه واقفه والناس دماغها كلها كانت سياسه وبتاع، فلما تشوف بقى الناس اللي هيروحوا يتفرجوا. بس هو مازال فيلم سيء واثر على الصناعه بانها تخليها تسوق اكتر، لان الافلام دي استمرت كتير جدا واتعمل منها يعني كذا شكل. ويعني انت لو شفت البوسترات وشلت مثلا الاسامي هتلاقي ان هم نفس الممثلين وبيعملوا نفس الحاجات اللي هي مش حلوه برضه في الفيلم. المغنيين بتوع فيلم شارع الهرم هو سعد الصغير وحمود الليثي. ده اساسا ممكن تقول لي انت يا ما سعد الصغير ما يصنفش بمطرب، بس الافلام دي هي اللي اثرت على الصناعه، فطالما اثرت على السينما واثرت على الذوق العام فلا الفيلم ده مهم ولازم تقول عليه ان هو سيء عشان يعني ما حدش يتفرج عليه بعد كده. زي ما في افلام بتعمل تاثير ايجابي في افلام بتعمل تاثير سلبي، وده منهم للاسف. والفيلم رقم 4 في قائمتي الافلام الحلوه هو فيلم للواد الاسكندراني. يا اسكندراني الفنان مصطفى قمر بفيلمه عصابة الدكتور عمر. ليه بقى الفيلم ده؟ لان الفيلم ده فعلا كوميدي، لو اتفرجت عليه دلوقتي بيضحك ومليان ميمز ومليان كل حاجه. انا عارف ان ممكن الناس تختار حريم كريم وكده، وبصراحه انا كنت محتار قوي ما بين حريم كريم، بس لقيت ان عصابة الدكتور عمر ممكن مصطفى قمر عامل فيه مجهود اكبر شويه، وان هو بيمثل فيه لان هو دكتور وبتاع وبيحب بنت، والبنت دي بتسرق اللي هي ياسمين عبد العزيز وكده، فبيجمع عصابه عشان يخليها تفيك يعني عشان يعملوا سرقه مزيفه عشان يعالجها. فالقصه جميله، وبصراحه انا اكتر حد فاكره من الفيلم ده هو محمد شرف. قلة اصل يعني انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي ايه حكايتك؟ الو 300 الو يا جدع. ان اداؤه جميل، والراجل ده عظيم جدا استاذ محمد شرف الله يرحمه، يعني بجد كان عامل اداء عالمي. والفيلم ده من اخراج مخرج كبير برضه، المخرج علي ادريس اللي عمل فيلم مورجان وعمل فيلم عريس من جهه امنيه والدادا دودي وحريم كريم. لا الراجل ده يعني معظم اعمال المخرج علي ادريس اتفرجنا عليها، فهو بيعرف يعمل الكوميديا قوي. اخرج اكتر من 4 افلام لعادل امام، فاحنا يعني الزعيم يعني. ونروح لثالث اسوأ فيلم عايز اتكلم عنه النهارده، هو فيلم عمر وسلمى 3. اخترت في رقم 3 برضه عشان تظبط. المهم يعني فيلم عمر وسلمى 3 ده ليه انا بقى متضايق منه؟ لان فيلم عمر وسلمى 3 ده استحاله حد يقبل ان هو يعني اعتقد السيناريو ما كانش مكتوب فيه حاجه. غالبا هم جابوا لهم سطر وهم قالوا ان مثلا عمر هيطلق سلمى وعمر هيعمل مهرجانات. ده لان اوكا واورتيجا ساعتها كانوا منتشرين في المهرجانات واغانيهم كلها مسمعه، فهنجيب تامر حسني يقوم عامل مهرجان. تامر حسني اللي هو اصلا مطرب حاجات بوب ورومانسي، والفيلم عمل حاجات استحاله تحصل، يعني يخطف عياله وانا اللهو الخفي. فيلم سيء جدا، وخصوصا اللي خلاه اسوأ ان هو الفيلم ده الجزء الاخير لسلسله ناجحه اللي هي عمر وسلمى، سلمى 1 وعمر وسلمى 2، والفيلم ده من اخراج محمد سامي على فكره. فانا قائمتي في الافلام دي هتختار فيلم واحد بس لتامر حسني وهو هيكون عمر وسلمى 3، لان في افلام كتير ما شفتهاش لتامر حسني يعني عادي يعني مش عايز اشوفها. فاخترت عمر وسلمى 3 لان ده اثر على السلسله وخلاها سلسله افلام خيشت. واصلا عمر وسلمى ده كل جزء بمخرج مختلف، هل ده عشان المخرجين بترفض انها تكرر النجاح؟ الله اعلم، او عشان بيشوفوا ان السيناريو وحش، مش عارف. والفيلم رقم 3 في قائمة الافلام الجيدة هو فيلم حلم العمر.
فيلم حلم العمر ده من اخراج وائل احسان اللي كان اخرج فيلم زكي شان اللي عملنا عنه حلقه ممكن تروح تشوفها دلوقتي من اللي فوق، وعمل افلام تانية كتير زي الليمبي واللي بالي بالك واوه يعني تاريخ. والاستاذ وائل احسان مشهور ان هو بيعمل افلام كوميدي، بس الفيلم ده مش كوميدي، الفيلم ده دراما وفيه حاجات كتير عاليه جدا، واداء تمثيلي من حماده هلال عجبني قوي. هنا حماده هلال بيثبت ان هو ممثل جامد، وكنت محتار ما بين حلم العمر وفيلم عيال حبيبه، بس قلت بقى كفايه كوميدي لان انا بحب حلم العمر برضه. والفيلم نفسه اساسا فنيا حلو، يبدا الفيلم ان هو بيتضرب من عيال صغيره وبتاع، فبيروح يتعلم الملاكمه، وبيبتدي بقى قصه نجاحه وقصه صراعه وحبه للبنت اللي هي نور. هو رشدي لو يرد علينا يقول لنا نور فين؟ انا متاكد انك مخبيها يا رشدي. يا فين يا نور فين يا رشدي؟ الفيلم كله كآبة، في مشاهد نجاح كبيرة جدا ومشاهد ايكونيك لحد دلوقتي. ممكن احنا بنعمل ميمز عليها وبنضحك عليها، بس هي ايكونيك. نور فين يا رشدي ده الراجل ده تمثيله فعلا جيد جدا، تتفرج عليه انت بتكرهه، لو انت اكيد شرير كده في الحقيقه، خصوصا ان هو بيعمل ادوار شريره كتير جدا. يعني هو اللي كان عامل دور الشرير في فيلم عمر وسلمى الجزء الاول برضه، فانت استمريت في الشر وعمال تبقى احسن، فانا بيك فان. القصه نفسها ان هي فيها صراع ما بين الغني والفقير، ومشاهد الكليشيهيه جدا بس معموله حلو في الفيلم ده برضه، اللي هي بتاعت الحمام دي، باشا هو يا بيه انا مش بشحت يا بيه والله انا ابني غلبان وحاسس ان الفيلم ده ممكن نقعد نتكلم عليه ونحلل فيه مشاهد اكتر، ان فعلا في حاجات حلوه وممكن ان شاء الله ابقى اتكلم عنه في حلقه لوحده او مع كذا فيلم تاني، بس يبقى ناخد راحتنا فيه اكتر. فخليك متاكد بقى انك انت عامل سبسكرايب عشان لو عملت حلقه عنه تشوفها، انا خايف عليك. وحماده هلال فعلا اشتغل على نفسه، يعني هو مطرب وبتاع بس اشتغل على نفسه، ان هو عمل فورمه وعمل حلاقه مش عارف شبه زيدان شويه، بس قشطه انا شارك. وكان حماده هلال من اسماعيليه برضه في الفيلم ده، اسماعيليه مكتسحه الفيديو لحد دلوقتي، وانا بالنسبه لي انا متاثر بالفيلم ده ممكن زياده عن اللزوم، عشان برضه كنت الافلام اللي انا شفتها وانا صغير اثرت فيا. يعني تصعب عليك نفسك، يعني انت بص رياكشنات حماده هلال اللي هو بيعيط تحس ان ده طفل بيعيط مش شخص كبير. حماده هلال هنا كان متفوق على نفسه بصراحه. مش لاعبك هتلعب. ونروح بقى لقائمه الافلام السيئه بالفيلم رقم 2، وهو فيلم يعني للاسف برضه هو لنفس الممثل اللي كنا واخدينه فيلم حلم العمر، وهو حماده هلال برضه بفيلم مستر اند مسز زويس. الفيلم ده سيء جدا ومش حلو وطريقه كلامه وحشه قوي في الفيلم، واعتقد ده الفيلم اللي هو كان فيه انس بونش بوب بوب بوب، دي اكتر حاجه اتشهرت من الفيلم. وحتى حماده هلال نفسه هو مش عاجبه الفيلم. اللي مخليني متاكد ان الفيلم ده وحش ان انا شفته لما نزل وانا كنت صغير ساعتها، والفيلم ده ما عجبنيش، يعني النسخه بتاعتي وانا طفل ما عجبتش بالفيلم، فدلوقتي اكيد انا مش معجب برضه. خلينا نرجع بقى لقائمه الافلام الحلوه، والفيلم رقم 2 هو فيلم عمر وسلمى الجزء الاول اللي عملت عنه فيديو برضه ممكن تروح تشوفه من اللي فوق. تخيل فيديو كامل عن عمر وسلمى، مش عايز نحطه في القائمه. طيب عمر وسلمى ده انا لسه حاطه في قائمه الافلام السيئه اللي هو الجزء الثالث، والفيلم اللي انا حاطه عمر وسلمى الجزء الاول لازم يتكرم لان هو فيلم جامد جدا وحلو، والجزء الثاني بتاعه حلو برضه، فاحنا ممكن نعتبر ان الجزء الاول والثاني هو دول رقم 2 في القائمه، عشان بس اعاقب الجزء الثالث واقول له بص انت الوحيد اللي ما دخلتش يا فاهم. بس فيلم عمر وسلمى فيه كل حاجه حلوه، الاغاني حلوه، كوميديا مظبوطه، والقصه بالنسبه لي انا اشتريتها. والفيلم ده كان مؤثر جدا وقت ما نزل، يعني كان جاب ايرادات قدام فيلم مورجان وقدام كده رضا، وممكن يكون مش هو اللي متصدر بس هو تكلفه انتاجه قليله ونجاحه كبير جدا، فكده استغلوا نجاحه وعملوا جزء ثاني وثالث. وتامر حسني كده كده افلامه بتبقى معظمها حلوه، وفي رايي هو المطرب الانجح في عمل الافلام، هو اللي عارف التوليفه بتاعت الافلام كمطرب يعملها ازاي، حتى لو افلامه اللي بيعملها دلوقتي مش احسن حاجه، بس هو احسن واحد غنى وعمل افلام في مصر حتى لو مستواه قل دلوقتي. نروح للفيلم رقم 1 في الافلام السيئه، وهو فيلم 8%. الفيلم ده بطوله اوكا واورتيجا وشحتة كاريكا ومي كساب، يعني معانا 4 مغنيين، ممثله هي مي كساب دي ممثله بتمثل كتير جدا ومع انها مغنيه برضو. الفيلم ده سيء جدا، يعني حرفيا هم جابوا اوكا واورتيجا وقالوا تعالى نعمل فيلم وانتوا الثلاثه بتتخانقوا على مي كساب اللي هي اسمها ازعرينا، عملوا فيه اغنيه اسمها دلع بنات، الاغاني اللي اتشهرت من الفيلم. بس القصه غريبه جدا، انت بتكتشف فجاه يعني انت بتتخانقوا على البنات وفجاه في طفل بيتخطف، طب ده مال ده بالقصه ما حدش عارف. بس فيلم فعلا مؤذي بصريا لو اتفرجت عليه، وتحس ان انت طب ما انت ممكن يا عم المخرج او يا عم المنتج تستغل اوكا واورتيجا، يعني هم مش معنى ان هم ناجحين وعشان اي فيلم ممكن جمهور كتير يدخله تقوم عامل الهبل ده، لا يا عم ما تفرحنا يا عم واعمل بيه اداء، تحدى نفسك يا اخي، اصل الفرص سواء انت كمخرج او ممثل مش بتجيلك كتير، فاستغلها. فالفيلم ده انا مش بلوم فيه اوكا ولا اورتيجا ولا شحتة كاريكا، ممكن اللي يتلام منه مي كساب عشان هي ممثله او عندها خبره كبيره، والمخرج طبعا والمؤلف اكيد، بس الله اعلم ممكن الفيلم ده هو اللي خلى مي كساب تتجوز قصه حلوه خارج الفيلم طبعا، بس الله اعلم الاقدار برضه. وانا كنت عامل حلقه برضه عن اوكا واورتيجا، روح شوفهم يعني انت شوف
والفيلم رقم 1 الافلام الجيده والافلام الحلوه للمطربين هو فيلم الخطايا. الفيلم ده بطولة عبد الحليم وحسن يوسف، وفتى الشاشة الأول عماد حمدي، وإخراج حسن الإمام اللي ليه أفلام كتيرة جدا، عملها حوالي أكتر من 102 فيلم في تاريخه. وفيلم الخطايا ده دخل في قائمة أفضل 100 فيلم في القرن الماضي. وقصة الفيلم إن هو عبد الحليم ده بيحب بنت معاه في الجامعة وعايز يروح يتجوزها، بس أبوه رافض إن هو يتجوزها له وعايز أخوه هو اللي يتجوزها. فاحنا مش عارفين ليه. اتفرج على الفيلم بقى، انا مش عارف، ممكن يكون في ناس كتير ما شافتش الفيلم ده، انا مش عايز احرق، ممكن ناس كتير شافته فعايز احرق، بس انا هاخد قرار ان انا مش هحرق. بس الفيلم ده فنيا حلو جدا، وبالنسبه لي فيه بلوت تويست كتير جدا، والاغاني اللي فيه حلوه وعايشه لحد دلوقتي. عبد الحليم برضه يا جماعه، يعني هو تامر حسني وعبد الحليم كده ضد بعض دلوقتي، انا مش عارف احدد، لان عبد الحليم برضه كان عامل فيلم قبل فوق الشجره. ففيلم خطايا بقى ده بقول لك فيه حسن يوسف وعماد حمدي. الفيلم ده عماد حمدي بعدها قعد حوالي 3 سنين ما بيشتغلش، بسبب ان في مشهد عماد حمدي ضرب فيه عبد الحليم بالقلم، وعبد الحليم ضرسه اتكسر حرفيا وقعد ينزف، والموضوع ده اتشهر جدا، وقالوا ان عماد حمدي قعد مده 3 سنين ما بيشتغلش بسبب الحوار ده. قلم واحد جاب لي كارثه، الناس كرهتني جدا. لحد ما عبد الحليم عرف بقى ان عماد حمدي اتاثر بالموضوع ده، وان الناس بطلت تطلبه عشان ان الناس قاعده تهاجمه في الشرق الاوسط كله. فراح عبد الحليم راح لعماد حمدي وتصور معاه صوره، اللي هو كل اللي اتقال اشاعات، انا وعماد حمدي اخوات. فيلم حلو جدا، هو زي ما قلت في قائمه افضل 100 فيلم في مصر. بس كده انا كده اكون خلصت قائمتي، وان شاء الله لو في افلام نسيتها ممكن ابقى اعمل جزء تاني عنه لو انتوا حابين. يعني قولوا لي رايكم في الكومنتس، وقولوا لي قائمتكم سواء الافلام الحلوه اللي بالنسبه لكم للمطربين او الافلام السيئه. بس يا سيدي، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وتبعت الفيديو ده لاصحابك لو عجبك، وانت هتعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجايه. تدخل بقى شوف الفيديوهات القديمه، يعني انت هتبقى شفت الفيديوهات الجديده من غير ما تشوف الفيديوهات القديمه، فروح شوف الفيديوهات القديمه وبس يا سيدي.